راديو على ما تفرج يا سلام، مع محمد سعد أحلى كلام. تعالى واسمع واركب الأحلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء وأحباب في كل مكان، منورين جميعا في حلقة جديدة من برنامج راديو على ما تفرج، راديو على المزاج. طيب قبل أي حاجة أنا بشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الجميلة، وكمان مبسوط قوي 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 ان المحتوى عجبكم وردود الافعال كانت جميله قوي منكم بصراحه. فيا رب تكونوا دايما سندي وظهري، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. خلينا برضو قبل ما نبدا في الحلقه بتاعتنا، احنا طبعا لسه مكملين في العادات والتقاليد المصريه، لكن كان في الحلقه اللي فاتت في تعليق معانا من احمد ابن خالي بيقول لي فيه ما تتكلم لنا يا محمد كده عن الصحيان بدري والمدارس بقى والكلام ده كله. فاكر يا ابو حميد واحنا صغيرين لما كنت بتقول امتى نكبر شويه بقى علشان ما نصحاش الساعه 7 للمدرسه؟ ادينا يا سيدي كبرنا شويه، بقينا بنصحى 6 عشان الشغل. كبرنا شويتين وبقينا واتجوزنا وخلفنا، وبقينا بنصحى يا عم الساعه 5 عشان نصحي العيال بقى فاكر يا ابو ريان؟ استعجلت انت على رزقك يا ابو حميد. لكن دي طبيعه الحياه، ودي السنه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها، هي دي فطرتنا. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الانسان عجولا، وزي ما قلت دي سنه الحياه. وما اسرع الايام، تمنيت مرور الايام ونسيت انها من عمري. بنتكلم النهارده زي ما قلت لكم قبل كده، العادات والتقاليد المصريه هي منها اللي بنضحك ومنها بنعيط، وكمان لسه في منها احنا مش عارفين بنعملها ليه اصلا يعني. بعدين عندنا احنا مصريين عادات غريبه جدا، يعني في عندنا مصطلحات غريبه كده او اسئله لازم تتقال في بعض المواقف. يعني مثلا وانت في الاتوبيس او الميكروباص لازم تلاقي حد يقول لك ايه يا ابني هو الكرسي ده فاضي؟ طب يا جماعه ما هو باين ان هو فاضي اهو، بس لازم السؤال. دي بتبقى بروتوكولات وطنيه. نيجي بقى للأفراح. الأفراح عندنا فيها عادات ملاش حل، يعني لازم العيلة كلها تيجي من أول ابن خال العريس لحد جار صاحبة خالة العروسة يعني. هنا بقى لو مفيش زغروطة يبقى مفيش فرح، والفرح هيبقى بطل رسمي خلي بالك. ودايما اللي بتزغرط أول واحدة بتبقى خالة العروسة، وبتاخدها شغلانة رسمية في كل الأفراح. نيجي بقى للأم المصرية. الأم المصرية عندها جملة أسطورية بتقول إيه؟ أنا مش بزعق، أنا بتكلم عادي، ودي لينا فيها حكايات. قول لك يا ماما انت ليه متزربانه عليها من الصبح؟ ابوك يا حبيبي ماله؟ قبل ما يخرج النهارده بيقول لي عايز لما ارجع الاقي في البيت رومانسيه. رومانسيه؟ ما انا اتصلت بستك قلت لها اعملها ازاي الرومانسيه دي، قالت لي ما اعرفش بس احتياطي نقع الرز. الأم المصرية مش بس أم، دي مدرسة في فن العادات. وبصراحة يعني هي دي الأمهات اللي احنا بنحبهم مالهمش بديل. العادات مش بس ضحك، دي دفى واهتمام وخوف من قلب نضيف. يعني حتى لو بتزن فهي بتزن من حبها مش من ضيقتها. المصري يا جماعة ما بيعرفش يقول لا بسهولة. يعني لو طلبت منه حاجة وهو مش فاضي هيرد عليك كده ويقول لك بص يا باشا أنا كنت والله لسه طالع من البيت، بس سيبها عليا. هو طبعا ما بيعملش حاجة يعني، بس هو ما ينفعش يقول لا صريحة، يعني دي بتبقى ضد الكود المصري. بس بصراحة رغم كل الغرابة دي، العادات دي هي اللي مخلية المصريين طعمهم مختلف. يعني احنا ممكن نضحك على نفسنا بس في الآخر بنحب لمتنا وبنحب نساعد بعض. ايه المشكله يعني؟ المشكله بقى يعني في شغلتنا دي ان كل واحد فاهم ان هو فاهم، وكده مش ممكن يفهم. بالك بقى لو فاهم ان هو مش فاهم كده ممكن يفهم. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. في النهاية بنقول هي دي مصر، بلد لو قعدت فيها يوم واحد هتتعود على عاداتها غصب عنك. يمكن نضحك عليها بس هي اللي مخليها حياتنا ليها طعم وليها ريحة وليها قصة. دايما برضو خلينا فاكرين ان المصري مش بيعمل عادة، العادة هي اللي بتعيش فيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. استنونا في حلقة جديدة من راديو على ما تفرج، راديو على المزاج.
وافتكر كمان ان المصري من غير عادات وتقاليد زي الشاي من غير نعناع. يلا بينا، استناكم في حلقة جديدة ونقول باي.